حتى عواميد الكهرباء لم تسلم من قذائف بشار الأسد. أهالي حمص الآن لا كهرباء ولا مياه في معظم الأحياء وفي معظم مناطق الريف ولا أي شيء من مقومات الحياة، ثم يقولون توقف إطلاق النار. هكذا أصبحت مدينة حمص بعد انتهاء مبادرة كوفي عنان. انظروا إلى هذه المباني كيف أصبحت، انظروا إلى هذه المحال التجارية كيف أصبحت. هذه هي نتائج قصف بشار الأسد للممتلكات السوريين. هذه هي نتائج قصف بشار الأسد. نحن الآن لا نستطيع أن نقترب أكثر بسبب استهداف قناصة مبنى البلدية لأي شخص يحاول تصوير هذا الخراب وهذا الدمار. هذه المباني كانت قبل أن يقصفها بشار الأسد كانت مباني تعج بالحياة. انظروا ماذا حصل بها، انظر إلى تلك المباني هناك، بل انظر إلى ذلك المبنى في ذلك المكان. انظروا إلى هذا المبنى أيضا كيف أصبح. هذه هي إصلاحات بشار الأسد، هذه هي حزمة الإصلاحات التي لطالما وعد السوريين بها. هذا هو حال الحال في مدينة حمص الآن. انظروا إلى ذلك المسجد، هذا المسجد هو مسجد أثري، المسجد الكبير في مدينة القصير. انظروا كيف أصبح، انظروا كيف تهدم، انظروا كيف استهدفوا المساجد. هذا هو حال أهالي حمص الآن، منازلهم تهدمت، هجروا من ديارهم. هذا هو حال أهل حمص الآن. نحن الآن في أقرب نقطة لمبنى البلدية، هذا المبنى الذي شيد لمصلحة أهالي سوريا وأهالي حمص وتحول إلى ثكنة عسكرية. نحن الآن في أقرب نقطة بعيد قليلا عن مرمى قناصين هذا المبنى. هذا المبنى يضم عدد كبير من الجنود ومن الدبابات ومن المدرعات. هكذا حولوا كل شيء إلى ثكنات عسكرية، وهكذا دمروا كل شيء في مدينة حمص. هذا هو حال المباني التجارية في مدينة حمص. هذا هو حال المباني التجارية في مدينة حمص. انظروا كيف فعلت قذائف الهاون وقذائف الدبابات وقذائف الأربجي في المباني التجارية وفي المباني السكنية. انظروا ماذا حصل بالكهرباء. كنا عندما نقول أن هناك قصف بالهاون وقصف بالمدفعية الثقيلة وقصف بالأربجي لا يصدقنا أحد. انظروا الآن إلى آثار هذا القصف. انظر هناك. انظروا ماذا حصل في المباني التجارية. أقول هذه المباني هي لأناس، هي لأشخاص مثلكم، هي لبشر. بعضهم استشهد داخل مبناه التجاري وبعضهم استشهد داخل الأبنية السكنية واستخرجناها أشلاء من تحت الأنقاض. هذه هي نتائج قذائف الأربجي وهذه هي نتائج قذائف الهاون. الله يا الله. كما أن البيوت والمحال التجارية لم تسلم من قذائف كتائب الأسد، كذلك المساجد لم تسلم من قذائف كتائب الأسد. انظروا ماذا حصل في بيوت الله عز وجل، وانظروا ماذا حصل في المساجد. هذا ما حصل لمساجدنا، هذا ما حصل لمساجدنا. انظروا كيف تهدمت، انظروا كيف تهدمت بقذائف الدبابات المدفعية وبقذائف الأربجي وبقذائف الهاون. هكذا أصبح مسجد الرحمن، هكذا أصبح مسجد الرحمن. هذا ما حصل لمنازلنا، هذا ما حصل لبيوتنا. انظروا كيف تهدمت المنازل، انظروا كيف تهدمت المنازل. هذه هي نتائج قذائف الأربجي وهذه هي نتائج قذائف الدبابات المدفعية وهذه هي نتائج قذائف الهاون. انظروا كيف تهدمت هذه المنازل. هذه المنازل كان بداخلها بشر. يا عرب يا مسلمون، مدينة حمص تدمرت، مدينة حمص تدمرت. لا يوجد منزل سلم من قذائف الهاون أو قذائف الأربجي أو الدبابات المدفعية. لا يوجد منزل إلا وأصيب بقذيفة هاون أو قذيفة أربجي أو قذيفة دبابات مدفعية. انظر إلى هذا المبنى كيف تضرر. انظر، هذا أحد المنازل التي تهدمت بفعل قذائف كتائب الأسد. هذا أحد المباني فقط التي تهدمت بفعل قذائف كتائب الأسد. هذه المباني كان يسكنها بشر، هذه المباني كان يسكنها سوريون آمنون، كان يسكنها أطفال ونساء قبل أن تأتي كتائب الأسد وتدمر ما دمرت. انظروا، هذه هي إصلاحات بشار الأسد، هذه هي حزمة الإصلاحات التي يعد الشعب السوري بها منذ أكثر من عام. هذه هي الإصلاحات. تهدمت منازل وتهدمت مباني تجارية وتهدمت مساجد. لا يوجد شيء في حمص إلا وتهدم. وفوق كل هذا الدمار الطائرات لا تمل من التحليق فوق سماء مدينة حمص. منزل جديد
لا داعي لأن نطرق بابه، لأن كتائب الأسد لم تبقي له باب. هذا المنزل كان بداخله أطفال ونساء، هذا المنزل كان بداخله أطفال ونساء. انظروا ماذا فعلت به دبابات كتائب الأسد، انظروا كيف تهدم هذا المنزل، انظروا ما هو حال الأهالي وما هو حال الأطفال والنساء الذين قصفوا وهم كانوا داخل هذا المنزل. لم يبقى منزل من منازل حمص، لم يبقى منزل من منازل حمص إلا وتهدم بشكل كامل أو بشكل شبه كامل. ثم ننتظر مبادرة بعد مبادرة بعد مبادرة.